هلو يا حلوين. النهاردة بعد يوم طويل قررت ان انا اروق على نفسي واعمل روتين حلو كده قبل ما انام، روتيني الاسبوعي والليلي كمان مع بعض. اول حاجة بستخدمها وهو السكراب ده بفيتامين سي بالماتشا وبالليمون. طبعا عايزة اقول لكم السكراب ده حاجة قمر جدا، وهو مش بس للبشرة، لا ده للبشرة وكمان للجسم. الحبيبات بتاعته تحفة بمعنى الكلمة، مليان فيتامينز ومليان معادن، يعني من احسن السكرابات اللي هتجربيها في حياتك، مش بس لبشرتك لا كمان لجسمك. هتقولي باي باي للجلد الميت، باي باي لاي حاجه مضايقاكي تعملي لها سكراب سواء في بشرتك او في جسمك. وطبعا لازم باستمرار تعملوا سكراب لبشرتكم علشان نشيل الجلد الميت، يعني مره في الاسبوع او مرتين. وطبعا للجسم كمان حاجه مهمه جدا. ده بقى هتحسوا كده ان هو زي ما انتم شايفين مزيت كمان شويه، يعني بيرطب بشرتك بعد السكراب، بيخلي البشره حلوه جدا جدا. واهو نتيجته بعد لما غسلت وشي حاجه قمر قمر قمر، شال كل الجلد الميت وكل هموم اليوم كمان شالها معاه. بعد كده ونيجي للخطوه التانية اللي انا بحبها، والماسك اللي انا ما بستغناش عنه، وهو ماسك الديتوكس. ماسك الديتوكس عايزه اقول لكم ان ماسك الديتوكس من اكتر الماسكات اللي بحبها، لانه فوائده كتير جدا. مش بس النوع ده برضو بالماتشا وبالورد البري، وفي كمان نوع بالشاي الاخضر. بجد منتجات دكتور صفاء غنيم انا بموت فيها. نيجي بعد كده بقى بخلطه ازاي. بحط عليه ميه ورد وبخلطهم مع بعض. ممكن تخلطيه بميه عادي، بس انا بصراحه بحب ميه الورد الاكتر. هنا كنت بدور على الفرشه عادي جدا، فخلطته بقى وبعد كده بدهنه على وشي. تعالوا ما اقول لكم بقى ايه فوائد ماسك الديتوكس. اول حاجه ان هو بيخلصك من كل السموم والحاجات الوحشه اللي في بشرتك، وبيعمل حاجه قمر بقى كلنا محتاجينها، وان هو بيضيع اثر الحبوب. يعني لو عندك اثر حبوب هيضيع لك خالص الاثار بتاعتها، وكمان بيخلصك من كل السموم اللي في البشره، وبيعمل لك ريفرش كده لبشرتك، وكمان بيشيل الجلد الميت وبيشيل اي اسى واي حزن كان في حياتك. بجد انا بحبه جدا. بتفرديه كده على بشرتك وبعد كده بتسيبيه لحد ما بينشف، وبعد كده بتفركيه وتغسلي وشك، وبتلاقي النتيجه حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين، حاجه في منتهى القمر. بصوا يعني انا بشرتي عماله تنور، دي تاني درجه تنور النهارده معانا. بعد كده بقى هحط الحاجه اللي بحطها كل يوم بالليل علشان التصبغات وعلشان توحيد لون البشره، وهو كريم فيتامين سي. كريم فيتامين سي ده بقى لو قعدنا نتكلم عن فوائده، ده لاي حد عايز يعالج بشرته ويوحد لون البشره. ولو عندك تصبغات في بشرتك، ولو عندك كمان يعني بشرتك مش لونها مش حته واحده، ده غير ان هو بيدي نضاره مش طبيعيه للبشره، وبيقلل من ظهور التجاعيد، وبيعمل لك ترطيب كويس لبشرتك، وبيخلي فيها نضاره، وبيديها لمعه واشراق، وبيخليكي يعني تقدري تواجهي العالم ببشرتك بعد ما بتوحدي لونها. ده كل يوم بالليل بتحطيه على بشرتك وتفرديه بالشكل ده كده. هتتبسطوا قوي 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 لما تجربوه، ونتيجته حلوه جدا جدا وملحوظه يعني في وقت قليل لبشرتك. الحاجات اللي انا استخدمتها دي انا سايبه لكم اللينك اللي انا جايباه منها. بجد الروتين ده بالنسبه لي سواء الاسبوعي او كريم فيتامين سي ده كل يوم بالليل حاجه بتريحني نفسيا، وما بحتاجش ان انا اعمل تنظيف بشره في حياتي. بصوا النتيجه عامله ازاي، النتيجه على بشرتي حلوه قوي قوي قوي. هتتبسطوا لما تجربوه. باي باي.